جماعة، انا بالنسبة لي فلوج يعني مشاهد كتير، حركة، سفر، الكلام ده. فيلا بينا نعمل نفس الحاجة عشان اعمل ده فلوج اصلا. يلا. اوكي. 3 2 1. يعني مثلا ممكن اطلعك من النيش عندنا، ممكن اجيلك من تحت السرير، ممكن نقعد على السرير. تصدق حلو. لو شايف ان شعري مش متظبط كويس فاحب اقول لك انت لماح جدا وتستاهل كوباية شاي جامدة زي دي. بقالي كتير بعيد عن الكاميرا واليوتيوب، وبس بقى حاسس بالتخاذل. فقلت ايه، اكيد يعني لو فتحت الكاميرا هلاقي موضوع نتكلم فيه. صح صح، ايوه هنلاقي اكيد. هنلاقي. المهم، الدراسة والشغل وكل حاجة ضغط قوي اليومين دول. في حاجات كتير قوي الكلية والكلام ده. فانا المرة اللي فاتت، الترم اللي فات، اللي هو الترم التاني في سنة تانية عندي، كان بقى كله ضغط وبروجكتات وتسليم ومش عارف ايه، وكنت ايه بقى مضغوط وبرن اوت وكل حاجة وخلاص انا مش قادر. عارفين الفيديو الحيوان اللي بيصرخ في وسط الغابة ده؟ انا كنت نفس الحيوان. انا بني ادم، يعني انا بني ادم وكويس، شخص يجي مني. المهم ان احنا عايزين نقول ان الضغط ده شيء سيء جدا. طيب انا هوضح لكم الدنيا. انا الترم اللي فات كان عندي بروجكتين يتسلموا، او ثلاثة، لا 3 بروجكتات يتسلموا. الترم ده عندي 6 بروجكتات. 2 برزنتيشن وايه تاني؟ في حاجات تانية والله بنساها. خلينا متفقين ان انا عندي 6 بروجكتات و2 برزنتيشن. فانا عايز بقى ما اكونش في نفس الضغط بتاع الترم اللي فات ده. اكيد في حل، اكيد في حل، هقول لك في الفيديو ده. اتقل اتقل. ثانية واحدة نعيد النور عشان بيعمل شكل حلو قوي. يعني ثانية واحدة، ثانية. بص 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 بص. شفت الفرق؟ شفت في فرق ملحوظ؟ طيب دلوقتي انا في بيتنا العزيز اللطيف اللي انا بستريح فيه، مش في السكن. مع اني حاليا بقيت استريح في السكن، يعني الموضوع بقى الطف كتير. بس المهم ان في حاجات كتير لازم اعملها، وفي فيديوهات لازم تتصور على الشانل هنا. انا مضيع الدنيا خالص بصراحة. فايه، قلت ايه ارجع اعمل فلوج احسن، عشان احس ان انا دخلت مود اليوتيوب تاني، عشان انا كنت منقطع. انا بعمل فيديوهات على فكرة برضه، بس للكلية بقى، اللي هو ليه يا جماعة؟ ليه؟ يعني طب ما تسيبوني اعمل، يعني خدوا فيديو من فيديوهاتي بتوع اليوتيوب وسيبوني اكمل شغل. اعمله لليوتيوب وخدوه. بس لا، ما ينفعش. لازم نعمل فيلم، لازم نعمل اعلان، لازم نعمل مش عارف ايه، واخراجه بقى وتصوير. اوكي ماشي، قشطة 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 ماشي. انتوا بتعطلوني عن شغلي طبعا يا جماعة. كل اللي فات ده كان هزار. انا والكلية في بينا عمار. الكلية عندنا بيتعاملوا معانا على اساس ان انت مش بني ادم لسه، فاهم؟ اضغط عليه يبقى بني ادم. احنا مع الكليه على طول ضغط. انا مضغوط، مش قادر اسلم البروجكتات، اضغط اكتر اضغط اكتر. بيدوسوا علينا في الكليه، بيتعاملوا معانا كاننا حيوانات بشريه. المهم يعني ان شاء الله ما يوصلش الفيديو ده لحد من هيئه التدريس اطلاقا. يعرفون انا شعري مميز. خلاص لا، اتكلم بجد. احنا دلوقتي في الكليه بنضغط عشان مصلحتنا. دي مصلحتنا، ده الشغل بتاعنا اصلا. طيب نتكلم جد شويه بقى. عشان تتعامل مع المواقف اللي هي بتبقى ضغط زي دي، فلازم انت تحدد اولوياتك في الاول. تحدد اولوياتك يعني ايه؟ تحدد اولوياتك تلزم هنا ان انت تشوف اصلا انت هل هتتبع ان انت فعلا نفسيتك بتبوظ، صحتك الجسديه كمان بتبوظ مع الضغط ده، ومتبقاش قادر تتاقلم مع الضغط ده. فانت تدي هنا اولويه لايه؟ تدي الاولويه لصحتك انت في الاول، ان انت تقدر تتعامل مع الموضوع بحيث ان انت ما تضرش نفسك جسديا ونفسيا، لان الموضوع فعلا ممكن يوصل لكده. وتاني حاجه الشغل نفسه. الشغل نفسه ايه اولويه الشغل هنا؟ يعني اولويه الشغل هنا زي ايه؟ ايه الشغل اللي ممكن يخلص الاول؟ ايه الشغل اللي انت تقدر تعمله ومهم ولازم تنفذه والديدلاين بتاعه قريب؟ يعني بمعنى اصح، لازم تحط لنفسك ديدلاين لكل شغل هتعمله، لكل حاجه هتعملها، ولكل مذاكره هتذاكرها، وكل ماده، وكل حاجه، كل حاجه لازم تعمل لها ديدلاين. في حاجه ابسط من كده بكتير وحاجه جميله جدا. لو انت حاسس ان انت مضغوط فعلا جامد قوي، هتعمل ايه؟ اول حاجه هتجيب ورقه فاضيه خالص وتعمل حاجه اسمها مصفوفه ايزنهاور او ايزنهاور ماتريكس. المصفوفه دي بقى عباره عن ايه؟ هتجيب ورقه وتقسمها بخطين كده، خط بالطول وخط بالعرض. هتقسمها لاربع مربعات يعني، وتروح على مربع وتكتب فيه مهم وعاجل. الحاجه اللي فيها دي، التاسكات اللي انت هتحطها في المربع ده، مهمه جدا وعاجله جدا لدرجه ان الديدلاين بتاعها كمان اسبوع او اقل من اسبوع مثلا. والمربع اللي جنبه مهم وغير عاجل. هو الحاجات اللي انت تعملها دي مهمه جدا ولازم تطلع بشكل كويس، بس الديدلاين بتاعها كمان شهر، شهر ونص، او على نهايه الترم.
والمربع اللي تحته غير مهم وغير عاجل، انت مش محتاج اصلا، هي حاجات مش مهمه وحاجات مش مستعجل عليها خالص، زي مثلا انك عايز تسافر تروح اسكندريه تستجم انت واصحابك، هي مش مهمه قوي ومش عاجله، فعادي ممكن الحاجات دي اصلا ما تعملهاش. والمربع الرابع هيبقى ان هو غير مهم ولكن حاجه عاجله لازم تعملها، زي مثلا انترفيو لحاجه انت ممكن اصلا ما تكملش فيها مثلا، ايا كان ايه بقى، فاهمني؟ فدلوقتي تقدر ترص الحاجة على أساس المهم والعاجل، يعني الأهمية والوقت بتاعها. فتقدر دلوقتي تحدد ايه اللي انت تقدر تشتغل عليه دلوقتي وايه اللي انت تقدر تسيبه. واهميه الورقه هنا هي مش بس انها بتنظم لك اليوم بتاعك هيبقى عامل ازاي، او منظمه لك المهام بتاعتك من حيث الاهميه وسرعه تنفيذ المهام دي، لا بالعكس، اهميتها كمان اضافه للاهميه اللي احنا لسه قايلينها، ان هي بتفرغ لك كل حاجه اللي في دماغك، انت بتجيب كل التاسكات اللي في دماغك وكل حاجه شغلاك بتحطها على الورقه، حتى اللي مش مهم واللي مش عاجل. انت متخيل؟ حط كل حاجه في الورق وابدا شوف ايه اللي في دماغك، فضيه كله، وبعد كده هتبدا تركز على المهم والعاجل بس، اللي هما هتلاقيهم كام تاسك، يعني اكيد مش هيبقى كل حاجه في دماغك، فاهمني؟ فهنا كونك اصلا سايب حاجه في دماغك بتفكر فيها وعايز تعملها، ايا كان بقى الحاجه دي مهمه مش مهمه، عاجله مش عاجله، انت بس بتفكر فيها، فانت عامل زحمه لنفسك جدا، وكل حاجه من دي بتضغط عليك بطريقه رهيبه، فبالتالي تحس بضغط نفسي رهيب، والضغط النفسي ده ممكن يتحول لضغط جسدي والم وتعب وحاجات كتير قوي. فببساطه لازم اي حاجه حاسس ان هي ملخبطه قوي في دماغك مش عارف تظبطها ازاي، ابدا امسك الورقه والقلم واكتب كل حاجه في دماغك، وابدا امشي زي المصفوفه دي. فكونك بتكتب الحاجه اللي في دماغك على ورق هيخلي في عندك بلان واضحه كده، اللي هو انا فهمت ايه اللي انا عايز اعمله دلوقتي، وايه اللي مهم يتعمل دلوقتي اصلا، وايه الديدلاين بتاع كل حاجه دي. فلو انت مفكر ان كل حاجه لازم تتعمل دلوقتي وكل حاجه مهمه وكل حاجه مستعجله، فالموضوع ده غلط تماما. ارمي كل حاجه في دماغك على ورق وهتكتشف ده. يعني اقول لك حاجه ببساطه، لو انت مثلا بتاخد كورس اونلاين وعايز تخلص الكورس ده، بس في نفس الوقت عندك امتحان وهتروح امتحان في الكليه او امتحان ثانويه عامه او ايا كان، فاهميه الامتحان دلوقتي وانك تذاكر الامتحان عشان في امتحان جاي وهيتحدد عليه درجاتك وهيتحدد عليه حاجات كتير بعد كده، اهم بكتير من انك تخلص كورس اونلاين انت بتاخده كسكيل او كمهاره اضافيه عندك. ففهمني، في حاجات هنا هتلاقي ان ده مهم وده مش مهم، ده اعمله دلوقتي وده مش شرط اعمله دلوقتي، هعمله بس مش دلوقتي، وليه خانه معينه هحطه فيها بحيث ان انا لما يجي وقت الحاجه دي هقدر اعملها عادي. للاسف بقى انا الفتره اللي فاتت، اللي هي الترم اللي فات، يعني السنه اللي فاتت الترم التاني، في الكليه كان فعلا الوقت ضغط، وما تعرضتش للضغط ده قبل كده بصراحه، يعني كان ضغط رهيب بالنسبه لي، وعلشان انا اصلا مضغوط في اني بصور لنفسي وبمنتج، واصلا المونتاج مش حاجه اللي هي سهله وفاضي ان انت تقعد تمنتج حاجه، خصوصا لو الحاجه دي بقى بتاخد منك وقت شويه وانك عايز تطلعها بشكل بيرفكت، فاهم؟ انا بحب اطلع الحاجه بشكل قوي جدا بعيدا عن الفيديو ده، لان ده فلوج عادي يعني كده، فاهم؟ بندردش يعني، انت قاعد معايا يعني كده وخلاص. بالاضافه انك لو شخص بيرفكشنست وبتعاني من البرفكشنزم او المثاليه اللي ممكن تكون كدابه شويه، الموضوع هيبقى بالنسبه لك اصعب شويه، لا كتير بصراحه. لو انت شخص مثالي وعايز تطلع كل حاجه بيرفكت يعني اللي هو مفيش منها اتنين، الموضوع ده هيبقى يصعب عليك الموضوع قوي. وانا كنت بعاني من الموضوع ده وستيل بعاني منه بصراحه، مش هكدب يعني، بس الفكره الموضوع قل شويه وقدرت اتحكم في الحاجه دي، وبرضو عارف احط نفسي في انهي مكان، اللي هو يا عم كلها دي دنيا، فاهم؟ دنيا واحنا هنشوف يعني فاهمني. اكيد انتقلت بقى من كون ان انا بقى باخد كل المواضيع على اعصابي وان انا لازم اطلع حاجه جامده قوي، لاني بقول خلاص يعني دنيا وزايله يا جدعان بجد، فاهمني؟ فانا الترم اللي فات زي ما قلت لك كان عندي ضغط رهيب، لاني ما كنتش متعود على الضغط ده وما كنتش فاهم انا ازاي اتعامل معاه. بس بقى لما تتعامل مع الضغط ده هتلاقي ان خلاص انت كده كده عارف، انت اللي هو قدرنا ومكتوب علينا، بجد هي كده، اللي هو انت كده كده لازم تتحط في الاسلوب ده، وفي الشغل هتتحط في ضغط اكتر من ده مليون مره، فاهمني؟ ايا كان بقى انت هنا لسه في مرحله تجريبيه، مرحله بتجرب فيها، بعد كده هتلاقي ان الموضوع ده الحياه الطبيعيه بتاعتي، فاهم؟ لو انا مضغوط ده الطبيعي يا جدعان، انتوا ايه الدنيا، فاهم؟ دي مش مقاطعه يا اسطى، لسه فريسك. مصريه. شوف. ممكن برضو تكافئ نفسك بحاجه زي دي بعد الضغط، فاهمني؟ فاهم؟ لا. عشان ما تتعبش وتنزل فيديو طاقتي خلصت وما تبقاش قادر تعمل حاجه، هتلاقي اللينك هنا هيظهر هنا، ظبط امورك.
وما تسيبهاش ماشيه كده، ما تسيبهاش ماشيه كده. اهم حاجه ما تسيبهاش ماشيه كده خالص. اللي هو ما تقولش ايه يلا اهي ماشيه، لا، هتتعب، هتتعب وهتضغط، وهتبقى زي علبه الكنز لما تبقى تتعمل كده وتتضغط. ان شاء الله ما تبقاش مضغوط، وانا ان شاء الله ما اتضغطش. وبس. عايز حاجه تانية؟ الى اللقاء. اشوفك بقى في فيديو جديد، ممكن ما يكونش فلوج، ممكن يكون فيديو، الله اعلم. يعني انا بحاول اعمل لكم حاجات حلوه والله، بس هو انا فعلا مضغوط يعني، مش فاضي، فاهم؟ مش فاضي اعمل ايه. فانا انا حطيت الدرجات اولويه، وزي ما قلت لك الدراسه مش كل حاجه، بس دراستي هي فيديوهات، دراستي هي الكونتنت اللي انا بحبه، فاهمني؟ اللي هو انا بعمل فيديوهات، بعمل حاجه، بس بصراحه ما بتبقاش زي ما انا عايز. اللي هو انا لو هعمل فيديو لليوتيوب او هعمل فيديو زي ما بعمله في اليوتيوب كده وامشي الدنيا زي ما انا عايز، قشطه. انما احنا بنشتغل في تيم بقى، وكل واحد ليه راي. دي رساله للتيم، محدش يقول رايه تاني. اوكي تمام. انا مستبد ومتسلط. الى اللقاء وقاتل متسلسل. يلا جود باي. نسيت اقول لك ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير، عشان الضغط قتال. بيقول لك بقى ان انا كنت مقرر ان انا هنزل كل يوم، كل يوم ايه، كل اسبوع فيديو، وقلت الدراسه مش هتبقى عائق، فاهمني؟ بس اخوك يعني ايه، بس بجد الترم ده بادئ جد قوي، جد قوي. عارف انت اللي هو ايه، انت كطالب عندك ايه يعني؟ ما عندكش حياه، اشتغل، فاهم؟ انا اضطر اقول الكلام ده، بس احنا لو وصلنا 5000 مشترك هعمل جيف اواي على علبه فريسكا. المهم اشوفكم في فيديو جديد، مع ان انتوا بس اللي بتشوفوني، انا ما بشوفكوش، بس انا بقابل منكم يا جماعه. انا اللي مبسوط منه ان انا قابلت منكم كتير يعني. كذا حد يقول لي انا شفت الفيديو الفلاني، كذا حد تاني يقول لي انا شفت الفيديو بتاع مش عارف ايه. انا بحبكم يا جماعه، بحبكم والله. شكرا لكم جدا جدا جدا. ولما تشوفوني قولوا لي انت بتاع الفيديوهات، هقول لكم ايوه انا بتاع الفيديوهات. بس والى اللقاء في حلقه جديده، واشوفكم في الشارع. ويا جماعه ما تصوروش معايا ليه؟ ما تصوروش معايا ليه؟ انا يا عم مش مشهور قوي يعني، ليه بتستقلوا بيا يعني؟ مش فاهم. تصوروا معايا، قول لي ممكن صوره، ايه المشكله؟ ايه المشكله بجد؟ عشان يعني عندي 5000 مشترك بس؟ قشطه، بكره يبقى عندي مليون، تقول لي عايزين نصور، اقول لك تحت امرك. اوكي، عشان بحبك. يلا سلام.